كانت واحدة صاحبتي في الجامعة وقالت لي: مروة، ينفع استلف منك فستان بس علشان عندي فرح قريبتي الأسبوع اللي جاي؟ منين بس يا نور؟ أنا ما عنديش ولا فستان في دولابي، لو كان عندي ما كانش يتعزى عليكي خالص صدقيني. بس أنا شفتك لابسة فساتين حلوة قوي ومنزلة صورك بيها على الفيسبوك، كل ده وما عندكيش فستان واحد تسلفيه ليا؟ يا ريتهم كانوا بتوعي دول كلهم سلف. بصيت لي وقالت لي: بجد؟ ايوه طبعا، هو انا هكدب يعني؟ وساعتها لقيت بنت عمي سارة بصالي ومستغربة قوي. انا مروة، عايشة في الفيلا الكبيرة دي، مش بس عندي فستان واحد، انا عندي اوضة كلها فساتين. بس انا بقى مش بحب حد يستغلني ولا يعرفني عشان فلوسي، عشان كده لما دخلت الجامعة قررت اني ما اقولش لاي حد اني غنية وان بابا رجل اعمال معروف. وساعتها دخلت اوضتي ولبست من لبسي القديم اللي كان مبهدل شوية، وخرجت لقيت ماما في وشي بتقولي: ايه ده يا مروة؟ ايه اللي انتي لابساه ده يا بنتي؟ مفيش يا ماما، ده لبس الجامعة. نعم؟ ليه يا بنتي تلبسي اللبس ده أول يوم جامعة ليكي، وأنا وباباكي جايبين ليكي لبس قد كده جوه، وفي الآخر تلبسي حاجة زي كده؟ اه يا ماما، ما أنا مش عايزة أبين ليهم من أول يوم إني غنية كده ومعايا فلوس. ليه يا بنتي حرام عليكي، ده احنا شقينا وتعبنا لحد ما عرفنا نعيشك في المستوى ده. معلش يا ماما، سيبيني على راحتي، وأنا مش هاخد العربية النهاردة، قولي لعمو جمعة السواق ياخد أجازة النهاردة لو عايز. أمال هتروحي الجامعة ازاي يعني؟ هروح بتاكسي عادي زي أي حد. والله يا بنتي أنا مش عارفة أقولك ايه، ربنا يهديكي. وساعتها فعلا نزلت وماما كانت متضايقة جدا، مش راضية خالص عن اللي بيحصل، بس أنا ما كنتش مهتمة. وفعلا وصلت الجامعة ساعتها ولقيت كل البنات متشيكين ولابسين أحسن لبس عندهم، وبدأت بصراحة أغير شوية منهم. وساعتها سمعت صوت أنا عارفاه كويس بيقول من ورايا: إيه ده مروة؟ يخرب عقلك، إيه اللي انتي عاملاه في نفسك ده يا بنتي؟ لفيت ولقيتها سارة بنت عمي، فقلت لها: إيه ده سارة؟ وطبعا كانت متشيكة ولابسة أحسن طقم عندها. أيوة بابا قالي إن انتي معايا في نفس الجامعة، فجيت الكلية بتاعتك أطمن عليكي، عاملة ايه؟ أنا الحمد لله تمام. ايه اللي انتي لابساه ده يا بنتي؟ ده النهاردة حتى أول يوم، ماله لبسي يعني يا سارة؟ وحش ولا ايه؟ لا مش وحش، بس غريب يعني، عمرك ما كنت بتلبسي اللبس ده. معلش أنا بقيت بحب ألبس اللبس ده من دلوقتي. والله انتي غريبة جدا يا بنتي، ده حتى البنات اللي ما عندهمش لبس كويس بيستلفوا لبس عشان يجوا أول يوم شكلهم حلو، وانتي جايب لبس القديم ده؟ ده لبس جدتك ده ولا ايه يا بنتي؟ خلاص يا سارة بقى بلاش وجع دماغ، أنا هروح أشوف محاضراتي. ماشي يا حبيبتي. وساعتها قلت كويس إن سارة مشيت ومش معايا في نفس الكلية عشان ما تفضحنيش وتقول الكل إني غنية. وفعلا دخلت المحاضرة، وأنا قاعدة لقيت بنت قربت مني وقالت لي: ازيك؟ الحمد لله، انتي مين؟ أنا اسمي سهى، ودول صحابي، احنا شايفينك قاعدة لوحدك كده، لو تحبي تعالي اقعدي معانا لو ما عندكيش مانع يعني. أكيد طبعا ما عنديش مانع. وفعلا رحت قعدت معاهم، والبنات كان شكلهم بسيط جدا. اتعرفنا على بعض، ساعتها واحدة قالت لي: وانتي ساكنة فين بقى يا مروة؟ ساعتها قلت بيني وبين نفسي: لو قلت ليهم المنطقة اللي أنا ساكنة فيها هيعرفوا إن أنا غنية، لأن هي منطقة راقية جدا. فقلت ليهم: أنا ساكنة في منطقة بسيطة كده. سهى: ومالك مكسوفة كده ليه؟ احنا كمان كلنا ساكنين في منطقة شعبية وبسيطة عادي يعني مفيش حاجة. اه بس انا اكيد المنطقة بتاعتي شعبية اكتر منكم كلكم، اصلا انا بابا اساسا بيشتغل سواق ومش عارف يصرف عليا انا واخواتي، فعشان كده ساكنين في المنطقة دي. ربنا يخليه ليكم يا حبيبتي، احنا كمان اهالينا بيشتغلوا شغلانات بسيطة، بس الحمد لله أهم قدروا يعلمونا لحد لما دخلنا الكلية. الحمد لله.
وفعلا خلصت اليوم ده، ولما لقيت سهى بتقولي تعالي روحي معايا لو ساكنين جنب بعض، لا أنا همشي من طريق تاني. وفعلا مشيت بعيد وأخدت تاكسي، أخيرا وصلت فيلتي. قلعت اللبس اللي ما كنتش طايقاه أساسا، ولبست بيجامة غالية جدا، وقعدت على السرير ومسكت موبايلي. الحمد لله إن أنا ما اضطريتش أمسك موبايلي النهاردة قدامهم كلهم. لو كنت طلعت الموبايل كانوا هيعرفوا إن أنا غنية. أنا لازم أمسك موبايل صغير علشان محدش يكشفني. وفعلا قررت إن أنا أخد موبايل قديم لقيته عندنا في البيت، وبقى هو ده موبايلي. وأهلي كانوا متضايقين جدا من اللي أنا بعمله، بس فضلت مكملة فيه لحد لما كنا قاعدين في يوم في الكلية، ولقيت سهى بتقول أنا جعانة قوي، ما تيجوا نجيب أكل من هنا، ده هيبقى غالي جدا وأنا معيش فلوس. مفيش مشكلة يا مروة، أنا عازماكي. أي نعم أنا معيش فلوس قوي، بس أكيد مش هسيبك جعانة يعني. ربنا يخليكي يا سهى، انتي طيبة قوي يا حبيبتي. احنا واحد، أنا هروح بقى أجيب الأكل. ماشي، وأنا هستناكي هنا. وفعلا مشيت، وساعتها لقيت سارة جاية من ورايا بتقولي ايه اللي أنا سمعته ده يا بنتي؟ انتي ليه معاكيش فلوس تجيبي لنفسك أكل؟ وايه الموضوع اللبس الغريب اللي انتي بتلبسيه ده؟ أنا عايزة أفهم. لو سمحتي يا سارة، ملكيش دعوة بيا. بعدين هو أنا كل شوية ألاقيكي نطاني يعني في الكلية؟ سيبيني أتعامل براحتي مع زمايلي. أنا مش عايزة أعرف حد يا ست إن احنا عيلة غنية ومعانا فلوس. بس حرام، صاحبتك دي شكلها غلبانة قوي، ليه تخليها تدفعلك هي تمن الأكل؟ أنا حرة، هي صاحبتي ولا صاحبتك؟ ملكيش دعوة بقى، ويلا انتي بدل ما حد يشوفك معايا بلبسك النضيف ده. أيوة طبعا، اللبس النضيف ده هيحرجك قدام صحابك، لكن القرف اللي انتي لابساه ده عادي. ملكيش دعوة بيا، يلا بقى سلام. وفعلا كنت متضايقة جدا من سارة اللي عاملة فيها ولي أمري، وكل شوية تجيلي الكلية. أكلت الأكل من سهى بصراحة، كانت على طول بتدفعلي تمن أي حاجة، رغم إن أنا كنت عارفة إن هي مستواها بسيط قوي، لكن كنت بقول عادي، المهم محدش فيهم يستغلني. وإن هي أكيد لو كانت عارفة إن أنا غنية كان زماني هي اللي بتستغلني دلوقتي. روحت البيت واتفاجئت لما لقيت سارة موجودة وقاعدة مع بابا وماما. أهلا يا سارة، خير ماما؟ ايه اللي انتي بتهببيه ده يا مروة؟ بنت عمك حكت لنا كل حاجة، انتي ازاي تعملي كده وتسيبي حد يصرف عليكي؟ ايه يا بنتي البخل اللي انتي فيه ده؟ يا جماعة سيبوني اتعامل براحتي. وانتي يا سارة انا قلتلك ملكيش دعوة بحياتي. لا طبعا ليا دعوة، لان اللي انتي بتعمليه ده غلط وحرام، كمان لان صاحبتك دي باين عليها ان هي غلبانة قوي، وكل الفلوس اللي معاها دي هي اولى بيها منك انتي. انتي مش محتاجة حاجة عشان تاخدي منها، بالعكس انتي المفروض تساعديها. بابا، بنت عمك معاها حق يا مروة، انا مش مصدق ايه اللي انتي بتعمليه ده، بجد احرجتيني قوي. ملكوش دعوة يا جماعة لو سمحتوا، أنا بتصرف بالطريقة اللي تعجبني. وانتي يا سارة اعتبريني مش معاكي في الجامعة أساسا. طيب أنا جيت عشان أقول لعمو وطنط، عشان أنا مش راضية عن اللي بيحصل، بس مش هتدخل تاني في حياتك، وانتي حرة بقى. اه يا ريت. وساعتها سارة وطبعا بابا وماما قعدوا يتكلموا معايا قد كده، ويقولوا ليا اللي أنا بعمله غلط، بس أنا ما اقتنعتش وفضلت أتعامل مع الكل إني بخيلة، واللي كان يطلب مني 5 جنيه أقوله معيش. لحد لما في يوم قالت واحدة صاحبتي ينفع يا مروة استلف منك فستان بس عشان فرح قريبتي الأسبوع اللي جاي؟ منين بس يا نور؟ أنا ما عنديش ولا فستان في دولابي، لو كان عندي ما كانش اتعز عليكي خالص صدقيني، بس أنا شفتك لابسة فساتين حلوة قوي ومنزلة صورك بيها على الفيس، كل ده وما عندكيش فستان واحد تسلفيه ليا؟ يا ريتهم كانوا بتوعي دول كلهم سلف. اتلقيتها بصيتلي وقالتلي بجد؟ أيوة طبعا، هو أنا هكدب يعني؟ وساعتها لقيت بنت عمي سارة بصالي وهي مستغربة قوي، وأول لما صاحبتي مشيت قالت هو انت لسه مكملة في اللي انت بتعمليه ده يا مروة؟ اه يا سارة مكملة فيه. يا بنتي انت مش هتبطلي اللي بتعمليه ده غير لما تقعي في مصيبة كبيرة.
ماشي أنا موافقة ملكيش علاقة بيا خالص. ماشي يا مارا، بس ما تزعليش بقى من اللي هعمله فيكي. قلتلها مش هتقدري تعملي أي حاجة، وفضلت مكملة زي ما أنا لحد لما في يوم كنت رايحة الجامعة عادي. بس اتفاجئت لما لقيت سهى قاعدة بتعيط على جنب. قلقت قوي عشانها وقربت عشان أشوفها، لأنها كانت أقرب واحدة ليا من البنات، وكانت أكتر واحدة عملت معايا مواقف كتيرة قوي كويسة. وكنت كل لما أقولها إني ما معيش فلوس تجيب لي أكل على حسابها، ده غير المحاضرات اللي كانت بتكتبها لي وتبعتها لي. مالك يا سهى يا حبيبتي بتعيطي كده ليه؟ أنا في مشكلة كبيرة أوي يا مروة، مش عارفة أعمل إيه. خير يا رب، مشكلة إيه؟ بابا تعبان أوي محتاج يعمل عملية ضروري. ألف سلامة عليه. طب العملية دي بتتكلف كام؟ متكلفة 80,000 جنيه. ساعتها هي كان بالنسبة ليها مبلغ كبير، وكانت بتعيط، لكن ما كانتش تعرف إن المبلغ ده معايا في حسابي، وإن ده مبلغ طبيعي من اللي معايا بسبب مستوى عيلتي. ساعتها بصراحة غصب عني كنت عايزة أساعدها، وقلت يمكن أديها الفلوس وخلاص وأعرفها إن أنا غنية ونتفق إن ده سر ما بينا. بس بعد كده قلت لأ، أنا مالي بيها، حتى لو هي صاحبتي وأنا بحبها، بس مش لدرجة اللي أنا أدفع 80,000 جنيه. وساعتها هي قالت ما تعرفيش أي حد يا مروة ينفع يسلفني المبلغ ده؟ لأ، ده مبلغ كبير قوي طبعا، مستحيل حد يسلفهولي. معلش يا حبيبتي، هو إن شاء الله هيبقى كويس. أنا هحاول أشتغل كذا حاجة عشان أجمع المبلغ ده، بس المشكلة إن هو محتاج يعمل عملية بسرعة، فلو تعرفي أي حد ممكن يسلفني الفلوس دي وأشتغل وأسددها يبقى كتر خيرك. لأ طبعا معرفش، بس ممكن تسألي أصحابنا التانيين. خلاص ماشي هسألهم فعلا. وساعتها على قد ما هي كانت صعبانة عليا وكنت زعلانة عشانها، بس قلت لأ، أنا ما ينفعش حد يصعب عليا وأنا ماليش دعوة بحد. روحت وأنا متضايقة، لقيت ماما بتقولي مالك يا مروة متضايقة كده ليه؟ قلت لها مفيش يا ماما، واحدة صاحبتي معايا في الجامعة بحبها قوي وعندها مشكلة فأنا زعلانة عشانها. قالت لي خير يا بنتي، مشكلة ايه؟ احكيلي. باباها تعبان قوي ومحتاج يعني عملية ب80,000 جنيه، وهي ما معهاش الفلوس دي. عمالة تعيط من امبارح وصعبت عليا قوي النهاردة. طب يا بنتي بسيطة ان شاء الله. قلت لها بسيطة ازاي يا ماما؟ بقولك الراجل تعبان وممكن يحصل له حاجة. انتي عارفة يا بنتي ان احنا بنحب نعمل خير كتير ونساعد الناس، وده 80,000 جنيه دي بالنسبة لينا مش مبلغ أساسا. طالما انتي متأكدة ان هو تعبان فعلا يبقى انا هديك المبلغ واديهولها. لا طبعا يا ماما، هي لو انتي اديتيها الفلوس هتعرف ان انا غنية. وبعدين بقى مش هتبطلي لعب العيال بتاعك ده؟ في حد تعبان واحنا في ايدينا نساعده اكيد يعني لازم نساعده، مش هنقول لا عشان التفاهات اللي في دماغي. قلت لها لو سمحتي ملكيش دعوة بالموضوع ده، مش معنى ان انا بحكيلك يبقى تعملي كده. انا مش عايزة حد يساعد صاحبتي، خلاص انا حرة. لا انتي مش حرة، ده راجل تعبان، قوليلي اسم صاحبتك دي وانا هروح اتواصل معاها بنفسي، وانتي اطلعي برا الحوار ده وخلاص، مش هعرفها ان انا مامتك. لا يا ماما لو سمحتي انا قلت اللي عندي. يا بنتي انتي فعلا مش طبيعية، انا مش فاهمة انتي ازاي بتعملي كده. حتى صاحبتك مش صعبانة عليكي؟ صعبانة عليا، بس انا مش عايزة اساعدها بفلوس. قالت لي انا بجد مصدومة فيكي يا مارو، ما كنتش عارفة ان انتي شخصية وحشة قوي كده من جواكي. انا مش وحشة يا ماما، بس انا حرة في حياتي الشخصية، مش عايزة اعرف حد حاجة عني، ودي ما فيهاش مشكلة. تقريبا هي لو ما كانش عندها صاحبة غنية كانت هتدور على طريقة تانية تجيب بيها فلوس لباباها العيان، يبقى هي المفروض تعمل كده. ساعتها ماما اتضايقت مني جدا ومرضتش عليا. رحت الجامعة تاني يوم لقيت واحدة صاحبتي بتقولي مروة ممكن أكلمك في حاجة كده؟ قلت لها اه طبعا، في ايه يا ندى؟ احنا كلنا بنجمع فلوس عشان نساعد أبو سهى، انتي عارفة ان حالته صعبة ومحتاج يعمل العملية بسرعة، واحنا لمينا من بعض لحد دلوقتي مبلغ بس لسه ناقص كتير، فقلنا كلنا نشارك حتى لو بمبلغ بسيط. والدكاترة كمان في الجامعة ربنا يكرمهم هيجمعوا معانا. وانتوا عايزين مني ايه بقى؟
أنا مالي بكل ده، عايزينك تشاركي معانا حتى لو ب100 جنيه بس، أي حاجة هتفرق معانا والله وأهو ثواب وربنا يجازيكي خير. معلش يا ندى، أنا مش هقدر أشارك معاكوا خالص. ندى استغربت، بس يا مروة هو 100 جنيه مبلغ يعني؟ مبلغ بالنسبة لي، وأنا مش معايا فلوس أكمل باقي الشهر ده، حتى سهى هي اللي كانت بتجيبلي الأكل على حسابها، أنا يا دوبك مصاريفي على القد. ازاي بس يا مروة؟ ده انتي على طول بتقولي انك مش بتاكلي من بره، إنك بتشتري اي حاجة عشان توفري فلوس، يعني اكيد معاكي اي حاجة تقدري تشاركي بيها، بس واضح ان انتي اللي مش عايزة تساعدي خالص. والله انا ادرى بظروفي، ومادام قلت مش معايا فلوس يبقى مش معايا، بعدين كل واحد حر في فلوسه، صح ولا ايه؟ حتى لو معايا ومش عايزة اشارك انا حرة. اه طبعا كل واحد حر، بس في ناس وقت الشدة بتبان. واضح إن إحنا كنا فاهمينك غلط خالص، ولولا إن سهى مش فايقة كنت قلتلها حقيقتك، وسابتني ومشيت ورجعت للبنات وسمعتهم بيتكلموا عليا. واحدة قالت: هي ازاي تبخل على أبو سهى كده؟ دي سهى دي عمرها ما سابتها وكانت دايما بتصرف عليها وبتجيب ليها أكل، دي حتى ما راعتش كده. والتانية قالت: دي شكلها أنانية قوي، مش عارفة ازاي سهى مصاحباها. ساعتها اتضايقت أوي من كلامهم، بس قلت عادي هما أكيد مش هيقولوا لسهى، والمهم إن أنا وهي نفضل صحاب أهم من أي حاجة تانية. ساعتها لقيت سارة جاية عليا، قلت بس يبقى ماما قالت لها وهي جاية تفضحني، فمشيت بسرعة رجعت البيت، بس الكل كان بيلوم فيا ساعتها ومحسسيني إن أنا أبخل واحدة في الدنيا، رغم إن أنا حرة في فلوسي، لكن ما كانوش راضيين يفهموني. وبعد فترة جت سهى الجامعة وهي لابسة أسود منهارة من العياط، ولما قربنا منها قعدت تعيط قوي، وعرفنا منها إن باباها توفى قبل ما تعرف تجمع الفلوس، وكانت جمعت نص المبلغ بالظبط. بصراحة كانت صعبانة عليا قوي وقلبي بيتقطع عليها، ومن اليوم ده وهي بعدت عني خالص وما بقتش قريبة مني زي الأول، وبقت تتجنبني. قلت عادي وأكيد ده عشان هي لسه متأثرة بوفاة باباها، بس الغريبة إن هي كانت بتتعامل مع الكل كويس ما عدا أنا. ما حطيتش في دماغي، كنت بحاول أقرب ليها زي زمان، لحد لما حصلت الحاجة اللي دمرت حياتي حرفيا، ومن ساعتها أنا مش عارفة أرفع عيني في عين أي حد. في يوم كنت أجازة من الجامعة، قاعدة في الفيلا بتاعتي قدام البسين بشرب عصير برتقال وماسكة موبايلي، وفجأة لقيت البوابة بتتفتح ودخلت منها سارة ومعاها كذا بنت من الجامعة، منهم سهى وندى. طبعا أول لما شفتهم قلبي وقع في رجلي، وقلت يا لهوي، هما ايه اللي جابهم هنا؟ اهي مروة يا بنات. في ايه يا سارة؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البنات كلهم اتصدموا ووقفوا مكانهم وبصوا للفيلا وبعدين بصوا ليا. سهى، هو ده بيتك يا مروة زي ما سارة قالت لنا، ولا في سوء تفاهم؟ اكيد في سوء تفاهم، صح؟ ده انتي مفهمانا ان باباكي سواق، طلعتي صاحبة الفيلا دي. انتوا جيتوا هنا ازاي وليه جيتوا؟ سارة قالت لنا إنك تعبانة مش قادرة تنزلي من البيت، وجابتنا لحد هنا عشان نطمن عليكي، بس واضح إنك مش تعبانة خالص. إحنا ما كناش نعرف إنك بتكدبي علينا، أو فهمتينا إنك غلبانة ومحتاجة، وكنت بتاخدي مننا فلوس من غير أي حق، وإنتي عايشة في فيلا كبيرة كده وفخمة. ندى، إحنا اتصدمنا فيكي يا مروة، طلعتي كدابة بتضحكي علينا كلنا، عايشة في فيلا وقدامك بسين وبتقولي معكيش فلوس، حتى مرضتيش تطلعي من جيبك تساعدي بيها أبو سهى. انتي ليه عملتي كده؟ كان ممكن تساعديني يا مروة وكنت هرجعلك الفلوس، والله كان ممكن تنقذي حياة أبويا، بس انت طلعتي أنانية، لا فكرت فيا ولا فكرت في بابا، وأنا اللي كنت بحبك وبعتبرك أختي وبقسم مصروفي بالنص عشان ناكل سوا، طلعتي ما تستاهليش حاجة وما صنتيش حتى العيش والملح. البنات كلهم بصوا ليا بقرف وبدأوا يمشوا واحدة ورا التانية، محدش فيهم بص في وشي. وندى قالت لي قبل ما تمشي: احنا مش هنكلمك تاني يا مروة، انتي ما تستاهليش ان احنا حتى نكون صحابك، احنا مش طايقينك اصلا. يا ندى طب اسمعيني. اسمع ايه بس؟ انتي حطيتي نفسك في موقف وحش قوي بسبب انانيتك. ومشيوا كلهم ولقيت سارة بس هي اللي واقفة قدامي وبتضحك ضحكة مستفزة
اتضايقت منها أوي وقلتلها: ليه جبتيهم هنا يا سارة وانتي عارفة اللي أنا بعمله؟ انتي قاصدة تفضحيني صح؟ اللهم لا شماتة، دي آخرة الكذب يا مروة. أنا حاولت معاكي كتير وانتي ما سمعتيش، فقلت أسيب الدنيا هي اللي تعلمك. كنتي فاكرة إنك هتفضلي تضحكي على الكل كده ومكملة في كدبتك عادي؟ تبقى غلطانة يا مروة. وعلى فكرة، مامتك وباباكي عارفين كل اللي أنا عملته. ومشيت وسابتني هي كمان. حاولت أكلم سهى طول الليل بس مرضتش عليا. جريت تاني يوم على الجامعة ودورت على سهى ولقيتها قاعدة لوحدها. قربت منها وأنا بعيط وقلتلها: سهى، سامحيني، والله ما كان قصدي، أنا كنت خايفة حد يستغلني. سهى: خلاص يا مروة، اللي زيك ما ينفعش نصاحبه أصلا. أنا مش زعلانة على الفلوس، أنا زعلانة إن اديت ثقتي لواحدة مستاهلهاش. وكنت بعتبرك أختي، بس كنت غلطانة. أنا حتى ما صعبتش عليكي لحظة. أنا مش عايزة أعرفك تاني. وسابتني ومشيت. ومن يومها بقيت لوحدي، ما عنديش صحاب في الجامعة ولا حد بيكلمني ولا بيعبرني. وبعد ما كنت بحب أروح الجامعة عشان أقعد مع صحابي وأتكلم معاهم وأقضي اليوم كله مع سهى والبنات، مبقتش طايقة أروح هناك عشان مش عايزة أشوفهم وهم قاعدين سوا وأنا كالعادة قاعدة لوحدي. وسهى واحدة واحدة خرجت من حالة الاكتئاب اللي هي فيها وبدأت تبقى زي الأول، بس للأسف مش راضية تبقى زي الأول معايا. هو أنا مش بلومها لأن عارفة إن أنا اللي غلطانة، وغلط كبير جدا كمان. وبقول لنفسي يا ريتني ساعدتها، يا ريتني ما كنت بخيلة، ويا ريتني ما كنت كدبت عليهم. والله ما استفدت أي حاجة من اللي أنا عملته. أهو الفلوس زي ما هي معايا، لكن خسرت الناس كلها. كل اللي في الجامعة عرفوا حكايتي وبقى بيبعدوا عني، ومبقاش حد طايق يقرب مني. وحتى عيلتي عرفت اللي حصل من سارة وبقوا زعلانين مني لأنهم طول عمرهم ناس كرمة واللي عملته ما يشبههمش. دلوقتي أنا مش عارفة أصلح اللي بوظته ازاي. نفسي أنا وسهى نرجع أصحاب زي الأول، لأني عرفت متأخر إنها بجد ملهاش بديل، لكن هي مش راضية تسمعني ولا حتى تديني فرصة أعتذر. بقول لنفسي كل يوم: يا ترى هتيجي لحظة وتسامحني، ولا أنا ضيعت أغلى الناس من إيدي بسبب بخلي وكدبي؟